امبارح كان في مباراة للزمالك مواليد 2005 امام الاتحاد السكندري، والزمالك كسب 3-1. احرز هاتريك في المباراة ايمن امير عبد العزيز، اتكلمنا عليه كتير هنا، انه واحد من المواهب الشابة اللي موجودة في نادي الزمالك. خلي بالك ايمن امير عبد العزيز عنده 21 سنة، يعني مش صغير. يعني ايمن امير عبد العزيز يلعب فريق اول مرتاح. طيب ايمن امير بيلعب راس حربة، راس حربة من نوعية اللاعبين الهجامين، راجل هجام، يستحق ياخد فرصة مع الفريق الاول. في ناصر منسي، في عدي دباغ، وكفايه. لو هم مش موجودين هو ياخد فرصه، هو يلعب. وخلي بالك كمان احيانا بيلعب ناحيه الشمال، ممكن يلعب جناح شمال، فانت ممكن تستفاد بيه بشكل او باخر. زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا، الزمالك نادي مش معاه فلوس، نادي الزمالك مش غني، الزمالك مش هيجيب لعيبه بارقام كبيره، فعلينا ان احنا نستغل اللعيبه الشباب. ايمن امير عبد العزيز في كلام كبير ان عنده عروض خارجيه، عنده عروض للاحتراف في اوروبا، عروض معايشات وحاجات كده. فاتمنى ان احنا نتفرج عليه، نستفاد منه في الملعب فنيا، وممكن بعد كده نستفاد منه ماديا. لعيب كويس، لعيب عنده هامش تطور كويس جدا، عنده 21 سنه زي ما قلت لك. بره في اوروبا ممكن تلاقي 21 سنه ده كابتن فرقته ولعيب كبير يعني. عندنا احنا بنفضل نقول على لعيب صغير لحد ما يوصل ل 30. فاتمنى ان احنا نشوفه وياخد فرص لعب اكتر ويشتغل على نفسه، لعل وعسى الزمالك يستفاد منه فنيا في الملعب، وفي المستقبل الزمالك يستفاد منه ماديا بشكل كبير. بالتوفيق لايمن امير. بالمناسبه هو في قائمه مباراه الزمالك وزد اللي هتتلعب ان شاء الله بعد قليل، فبالتوفيق ليه ان شاء الله، بالتوفيق لنادي الزمالك باذن الله.